طيب الاي سي اللي هنغيره دلوقتي هو اي سي تراي ستار، من اكتر الاي سيات اللي هتمر عليك في صيانه الايفون. يعني بيبوظ بسبب الشواحن اللي مش اصليه وشاحن العربيه. محمد، انت بتقول اول مره تغير اي سي في حياتك. طيب احنا هنغير دلوقتي اي سي محمي. محمي حمايه بسيطه، يعني مش زي الذاكره، مش زي السي بي يو، مش زي الكلام ده. ابتدي بالهوت اير على نفس درجه الحراره اللي هو مظبوط عليها دي. ابتدي امشي على الشيلد ده تحديدا في الايفون 6. يعني ملحوم بقصدير درجه انصهاره قليله جدا، فهيفك معاه بسهوله. مشي الحراره على الشيلد كله. تمام. ادي اي سي التراي ستار اللي هو محمي، اللي عليه السواد اللي فوق ده. الاي سي ده سهل بس في نفس الوقت صعب، لان جنبه ذاكره. لو انت الحراره زادت منك او الوقت طال منك، حتى لو الحراره ضعيفه بس قضيت وقت طويل، الذاكره ممكن الرجول بتاعتها تفصل، او صعب تشبك لان الرجول بعيده عن بعضها، انما ممكن تفصل، ممكن الذاكره نفسها تتنفخ تتلف. ففي نفس الوقت بالرغم من سهوله الاي سي الا انه موقعه هو خطورته. فلازم وانا شغال عليه ما اوجهش الهواء ناحيه الذاكره، اوجه الهواء عكس الذاكره. عكس الذاكره الايسات اللي قدامك اللي تحت دي مش محميه، فمفيش ضرر لو الهواء رايح عليه. تمام. دلوقتي هشيل ماده الحمايه دي عن طريق اداه اسمها 007. الاداه اللي هي 007 اللي هي المخلب دي، ده دلوقتي المشرط اللي فيها جديد حاد جدا، ما ينفعش اني اغرزه في البورده، لازم ايدي تبقى خفيفه. فبما انك انت اول مره تغير اي سي واول مره تتعامل مع الحمايه دي، خد وقتك، ما تستعجلش. شايف تحت الاي سي، تحت ماده الحمايه، من فوق في مكثف ظاهر منه حته اهو، شايفه؟ ما تطيروش، لان دايما لما تلاقي حد شغال وبيغير الاي سي ده وراح جاي مطير لك كل المكثفات دي، تعرف ان هو مبتدئ، تعرف ان هو يعني مش راجل بروفيشنال. المكثفات اتعملت لوظائف معينه، ما ينفعش ان انا اجي كده اجي عمال على بطاله اروح جاي شايل فيها. اتفضل. هتقلل بعد الحراره. ايه؟ قلل الحراره وابتدي حط الهوت اير على البورده وابتدي شيل. لو لقيت الماده بتتشال معاك بسهوله قوي لوحدها بتتشال، اعرف ان حرارتك عاليه، قلل كمان. لقيتها ناشفه، اصبر عليها شويه. ابتدت تلين، هي دي الحراره المظبوطه. انما ناشفه واستنيت عليها 10 ثواني ولسه ما بتتشالش، بتتشال بصعوبه، يبقى درجه الحراره دي قليله، ارفعها شويه. لا مش كده. هبتدي من الجوانب، اشيل من الجوانب. انا مش محتاج ان انا اشيل اللي فوق، اصبر اسمعني. مش محتاج ان انا اشيل اللي فوق، انا عايز اشيل الجوانب. انا الحمايه اللي فوق دي ما هتطلع مع الاي سي، انا عندي حمايه على الجوانب وتحت الاي سي. هتشيل الجوانب وهبتدي بالجوانب السهله الاول، الفاضيه اللي ما فيهاش يعني ده واللي جنبه، والف البورده على حسب راحتي، مش انا اللي اقعد الف وراها. بتتشال بسهوله ولا بصعوبه؟ بصعوبه شويه. ادي الهوت اير تك، قرب الهوت. انت ما تجيش تقول لي هي بتشال بصعوبه وانت باعد الهواء عن باعد مصدر الحراره عن الاي سي. ما تقرب الاي سي، كل ما تقرب الهوت، كل ما تقرب الهوت ما انت كده بتزود الحراره برضه. قرب كمان، ايوه كده. انت ما شلتش حاجه عشان تبقى عارف، انت لسه عشان خايف بودة الزبون هيعلقك، فانت لسه ما شلتش حاجه حضرتك.
ايوه ده كده شلت، هو كده اتجرأ شويه. عايزك تعمل في التانية بقى كده كمان. اه. خلاص اعمل في الاولانيه زي ما عملت في دي. ماشي. خلاص شايف انت، شايف الفرق، شايف مادة الحماية عاملة علامة على البوردة وفي جوه ما بينها وما بين الاي سي فراغ ازاي؟ اهو انت كده شلت. جنبين التانيين. لا بص بقى الغلطة هنا ايه؟ انك انت داخل ما بين الاي سي وما بين المكثفات بزاوية. ما ينفعش، لازم يبقى 90 درجة موازي للاي سي. يعني حرك البوردة او حرك ايدك بحيث انك تبقى 90 درجة تبقى لازق في الاي سي كده. برضو كده انت داخل بزاوية اهو يا عم، كده انت داخل بزاوية. لف البوردة او لف البوردة العكس. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بص يا حبيبي، بص هات. معلش يا شباب، انتوا يعني اي حد هيتحط في الموقف ده هيعمل حاجات عجيبة برضو. انا عايز اشتغل ده كده 90 درجة كده، فاهمني؟ مش بزاوية كده او كده. لازم ده مع دي يبقى كده، ومع ده برضو كمان لازم اهو يبقى كده. لا طبعا هسألك ايه اللي ما سألكش. لسه عمال بقول لك لما تلاقي حد مطير دول تفهم ان هو مبتدئ. اظبط الزاوية يا حيحة. لا مش مظبوطة. لا بص البوردة عايزة تلف كده شوية، سن كمان سن، بس اسكت انت. كمان شوية لفها، كمان شوية كمان. جرب كده وريني. اهو بتقرب اهو، كمان شوية لفها كمان. ما مش عارف. ما انت اللي بتلف ايدك يا محمد، اظبط ايدك يا محمد. احنا دلوقتي عايزين نفصل المكثفات عن الاي سي، عشان لما اجي اشيل الاي سي لو ما يشيلهمش معاه. طيب اشتغل على الجنب التاني. خلي حد غيرك يتكلم. خلي حد غيرك يتكلم. لهم 5 مكثفات مش قصه. كلها حاجه سهله. هيخلع ابوهم واشتغل. انت بتقول كلهم 5 مكثفات نشيلهم. انا شلت. انا بحسبه بيقول يعني الموضوع سهل، دول 5 مكثفات. هيبيد ابوهم ويشتغل عادي. لا انت ركب الاي سي وشيل المكثفات وبعتهم للهندسه، قول له بقى ايه؟ ركب. والله لا بوظنا. ماشي بس جاب فايده ولا ما جابش فايده في الاخر؟ انا ما صدقتش المره لقيت الشبلانه يا باشا انت مشابلن بيس باند بس خلاص. انت ما تتكلمش مع حد اصلا. انا شغلت البيس باند والباور. خلاص. بصوا احنا مش عايزين نشيل الماده ككل، احنا عايزين نقطع اتصالها مع العناصر. تمام. دلوقتي بقى هنعمل ايه حضرتك؟ فلكس، لا ما هو في حمايه تحت الاي سي، الفلكس مش هيوصل للقصدير اصلا. هتيجي هتسخن على الاي سي، هتزود درجه الحراره اللي معاك دي الدبل. تمام. وهتيجي بالاداه، نفس الاداه اللي انت كنت شغال بيها، تخش تحت الاي سي بالجنب. عارف ازاي؟ وريني كده لما هتيجي تدخل هتدخل ازاي. ايوه
بس خد الحته الواسعه عشان لو غلطت ما تلمسش اي سي الشحن الرئيسي. ايوه كده تمام. انت مش هتدخل غير لما تسخن شويه، يعني انت هتسخن وبعدين تبتدي تحاول تدخل بالراحه. لقيت المشرط دخل كمل، لقيته ما دخلش كمل تسخين، وقف دخول وكمل تسخين. تمام. وبص انت شايف حجم الاي سي عامل ازاي؟ المشرط مش محتاج يخش كله تحت الاي سي، يعني ما تدخليش المشرط تنطر لي المكثف اللي احنا بنحافظ عليه، انت هتدخل منه بس حته. تمام. قرب الهوت للاي سي. ما تخبطش في المكثف. طب بص انت كده موجه الحراره ناحيه الذاكره، اقلب البورده كده هتتلسع ايدك، لان كده الحراره رايحه على ايدك. شقلب البورده. مش شايفين؟ وريني كده هتبقى عامله ازاي. لا شقلبها كمان. خلي العكس. خلي الذاكره فوق. ماشي كده شغال، بس انا كان في احسن. بص هات كده. انت بتمسك الهوت ازاي؟ مش بتمسكه كده؟ خلي الذاكره كده اهو. فاهم؟ مش شايفين. ماشي. يلا وريني كده. شوف الهوت جاي من فوق الذاكره، بيرمي الهواء بره مش ناحيه الذاكره. انت كده بتسخن على اي سي الشحن. بصوا الكبير ده اي سي الشحن، الصغير ده اللي احنا بنغيره اي سي اليو اس بي. رجع الهوت اير شويه ناحيه الاي سي وقربه كمان. الحراره بعيده عن الاي سي. لا انت كده بتواجه الفتحه غلط. انت شايف الفتحه في الهوت اير ولا لا؟ شايف الفتحه في الميكروسكوب؟ بقول له شايف الفتحه في الهوت اير. اهو خلاص. شفت؟ مفيش تسقيفه يعني ولا حاجه. الراجل اول مره في حياته يشيل الاي سي واهو الحمد لله ما طيرش ولا رجل اهو. سهل ولا صعب؟ طيب شغل الكاويه. كاويه معلش الفرحه مش حط فلاكس على الاي سي. هنخلط بقى ايه؟ قصدير المصنع ال 217 بال 183. لو انا بقى بستخدم قصدير سيء هلاقي الدنيا عجنت مع بعضيها والكاويه عماله بتعض في البورده وبتبتدي النقط تطلع والكلام ده كله، فانا بستخدم قصدير كيستر. بص ما ضيعش بقى اللي انا عملته، اجيب الكاويه وكره القصدير اروح جاي ملمس المكثفات هيطلعوا معايا هيتشال. تعالى من الحته الواسعه، وسع لنفسك. لامس لي كل النقط. لامس كل النقط، بس لامس كل النقط بالقصدير. خد بالك كره القصدير رايحه فين، ها، لان لو في مكونات وراها عند الحته الصفراء دي زمانك شلتها. لمس بس كل كوره بالقصدير اللي في الكاويه. هتعرف الكور اللي كانت اللي اتلمست من اللي ما اتلمستش. اللي بتلمع دي اللي هي اخذت القصدير الجديد، المطفيه هي اللي عليها القصدير القديم. خلاص كده تمام. طيب هات الشيلد وخلي بالك من الخطوه دي علشان دي بتضيع نقط. هتشتغل بالهوت اير ولا بالكاويه؟ بالكاويه بالهوت. طيب
45 درجة. بص البوردة مش جاية برضو مع الشيلد، الشيلد جاي كده والبوردة جاية كده. يا تظبط ايدك يا تظبط البوردة. انهي احسن، اسحب ناحية المكثفات ولا اسحب من عند المكثفات؟ من عند المكثفات. كلكم عايزين اجساد شكل. بس خلاص ايه شايف ايه انت؟ طيب خلي بالك بس على المكثفات اللي حواليه، ابتدي اشيل الباقي. انت اللي شايف احسن مننا، ها احنا في الشاشة ما نشوفش الابعاد الصحيحة. واخلي حركتي هادية كده علشان لو حاجة اتحركت من مكانها ما تطيرش خالص، اعرف ارجعها. لا بدون الهوت اير كده انا ما بشيلش حاجة. هو لسه في 3 نقط فوق في الشمال كده. طيب الشيلد هتلاقيه اتحرق، غير الحتة او اقلبها الناحية التانية وحط فلاكس، يا اما تغمس الشيلد في الراجينة. يعني انت حطيت فلاكس والراجينة مع بعض، يا ده يا ده. خلي حركتك اهدى من كده، اهدى ابطأ. بص هو مش مالك الشيلد وعمال بيلف ايده، خلي الشيلد امتداد لايدك. وريهم لي كده. انت شايفهم ازاي اصلا؟ مسافة بعيدة. الثلاث نقط اللي فوق دول. طيب خلي البوردة كده، اقطع حتة الشيلد متساوية. بص على الشاشة. انا همسك دي كده وعايز احطها كده. انا ايدي هتبقى مرتاحة كده اكتر، ايدي كده هتبقى مرتاحة اكتر وهبقى مالك الشيلد احسن. لف البوردة خليها 90 درجة مع الشيلد. لا العكس. بص مش قوي كده. تمام بس كده. وهدخل ده. طب انا ده عمال بيخش مني كده، محتاج ان انا اطلعه لبره كده شويه اهو. فهمت الفكره؟ وما تسخنش على الشيلد على طول، سخن على المكان شويه الاول، بعد كده دخل الشيلد. تشالو. طيب شفت عمل غلطه رهيبه. ما يعني بص، لولا ان انا شفتها ما كنتش هحذركم منها لانها ما تجيش على بالي. وهو بيحط وهو بيحط الهوت اير راح جاي لافف زرار الحراره، طلعه من 350 ل 450 وكان هيرجع يشتغل بدرجه الحراره 450. حط تاني على بره. التنظيف يبقى على بره، انا مش بدخل الوساخه على البورده، انا بطلعها من البورده. لا هي الراجينه عشان كانت كتير والراجينه تقيله. وبعدين ممكن تستخدم القطنه كمان في التنظيف. بس هي القطنه يعني يفضل ان القطن يكون كويس، لان ساعات بينزل شعر كده. بس كده خلاص. انا بتكلم على مادة الحماية بقى دي بنفس الأداة 007 تسخين برضه طبعا. من امتى بنسأل الحرارة؟ الحتة اللي قدام عشان ما تضايقش الاي سي وهو بيرجع مكانه. في حتة، ايوه الحتة الصغيرة دي شيلها. الحتة اللي تحت السودة دي متهيأ لنا انها حماية ولا هي فعلا حماية؟
ها متهيأ لنا ولا ايه؟ كده تمام. طيب شويه فلكس، وريني بقى هتحط شويه فلكس قد ايه. لو حطيت كتير هيعوموا الاي سي، لو حطيت قليل الاي سي مش هيلحم، مش هيرجع مكانه لوحده. قبل ما تحطهم وريهم لي، دول كتير جدا. نزلهم على البورده كده. بس لا ده جديد متشابلن. اقلبه. شايف النقطة بتاعته؟ ايوه بس مش عارف اتجاهها. طيب شايف النقطة فين؟ هنا فوق اهي. النقطة تحت على الشمال. العكس، يعني لفه كمان لف. تمام، طلعه فوق شوية. بالراحة بالراحة، خلي ايدك خفيفة. انا خايف تبقى تكسرهم. بس كده، بس يلا. قرب الهوت شوية. ابتدي يقرب ملي ملي. ايوه بيستجيب اهو. وقف ايدك، وقف ايدك هنا، ما تقربش، وقف ايدك. قرب سنة اهو بيتحرك. قرب كمان سنة، قرب دلوقتي، خلاص هو لزق. قرب، خليك قريب منه جامد. اديله هزة بسيطة جدا. بس خلاص خلاص خلصت. نضف البوردة وحط البوردة في الهاوسنج وجرب. امسح بمنديل النضارات. منديل النضارات. ها، ركب الشاحن. شحن. سقفوا يا شباب، مبروك. ايه الاوفر ده؟